السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة دكتور مارسيل. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الاختبار بتاعنا بتاع الخط المستقيم، بس احنا مرحلين القمعين اللي في النص شوية عشان تبقى قريبة من الزجزاج. طبعا مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات شعارنا معي العالمي انت عالمي. ودلوقتي دكتور مارسيل كانت شكوتها ان هي خدت مع 2 أكاديمية حوالي 5 حصص مع مدربة في أكاديمية، وحوالي 10 أو 15 حصة مع مدرب تاني. طبعا اللي أنا كنت شايفه أو النتيجة اللي ظهرت قدامي، دوسة الفرامل كانت شديدة، دوسة البنزين كانت شديدة، فاحتاجنا إن احنا نعدل الوضعية بتاعت رجلينا شوية عشان نظبط الدوسة بتاعتنا. المرايات ما كانتش مظبوطة. في طول ال 15 حصة أو ال 20 حصة ما استفادتش برجوع لورا خالص، أو ما عملتش رجوع لورا خالص، ما كانش فيه ركنات نهائي. فطبعا انا ابتديت معاها اول حاجه اعرفها ميكانيكه العربيه عشان كانت هي محتاجاها، والنظري وكل حاجه جوه العربيه من المفتاح بتدور العربيه ازاي، لحد زي ما احنا شايفين هي بنفسها اللي بتبدا ترجع واحده واحده. هنبدا نشوف هي هتفكر ازاي علشان تبدا ترجع بعربيتها لوحدها في اي مكان زحمه من غير ما تحتاج لكابتن قاعد جنبيها، لان الكابتن اللي كان قبل كده مخليها في احتياج ليه، ماسك لها طبعا دريكسيون، كل شويه فرامل، مطلعها على طريق بالفويس اوردر. فبالتالي مفيش اي تفكير من العميل اللي جنبه ان هو يعرف الغلط اللي عنده، انما ببقى سايب العميل معايا يقدر يتحكم في العربيه براحته، وانا قاعد بره بصور وبتفرج عليه علشان اشوف النتيجه بعد ما انزل من عنده، هل هيطلع بالطريق على عربيته لوحده ولا هيفضل محتاجني. زي ما احنا شايفين مع دكتور مارسيل، اتمنى لها الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة دكتور مارسيل. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة الموازي على رصيف. دكتور مارسيل طبعا كانت معايا امبارح، خدنا الخط المستقيم بعد ما هي طبعا اتدربت حوالي 15 حصة مع كابتن بنت 5 ساعات، وكابتن ولد حوالي 10 او 15 حصة، الاتنين من اكاديميتين مختلفتين. بس احنا مع اكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات شعارنا مختلف تماما، مع العالمي انت عالمي. وزي ما احنا هنشوف دلوقتي دكتور مارسيل العالمي هتعمل ايه لما اتدربت على الركنة الموازي على الرصيف. دكتور مارسيل هتبدأ ترجع لحد ما تشوف ان الكاوتش بتاعها اللي ورا جنب اول قمع موجود، اللي هو بالنسبة لنا في العربيات الكاوتش بتاع العربية اللي جنبها. زي ما احنا شايفين ما شاء الله التركيز كويس جدا في المراية، السرعة بتاعتها مناسبة مع عربيتها الخاصة. طبعا عربيتها اوتوماتيك جايباها جديدة، بس طبعا كان في رهبة ان هي تطلع بيها لوحدها لان هي ما اتعلمتش كويس في الاكاديميتين التانيين. فما تفكرش ان انت كل الاكاديميات زي بعض، لا، في اكاديمية اسلوبها مختلف، في اسلوبها مبسط، في واحد تاني بيتعصب، في واحد تاني بيمسك لك الدركسيون، في واحد تاني بيدوس لك كل شوية فرامل. فشوف المدرب اللي معاك وهل انت مستفيد معاه الاول ولا لا. زي ما احنا شايفين تركيز كويس جدا في المرايتين. بتبدأ تبص، لقيت ان هي محتاجة ترجع مستقيم، لان هي لو كسرت هتكسر معاها القمع اللي جنبها، او بمعنى اصح ظهر العربية اللي جنبينا. بدأت ترجع، لقيت ان الرصيف قرب من ظهر العربية، فبتفكر اكسر شمال ولا يمين. الحركة دي بتلخبط ناس مبتدئين كتير قوي، وفي ناس كتير بتعرف تسوق وما بتعرفش ترجع المرايات. اغلبية الناس اللي هي خدتها بالفهلوة، مثلا ممكن نقول جزء من الناس بتوع ميكروباص مثلا، او جزء من الناس بتوع التكوسة، بيحط ايده على الكرسي اللي جنبه ويبدأ ان هو يرجع. ودي من اكتر حاجة غلط ما بنستفادش منها. احنا اكتر حاجة بنحتاجها هي المرايات بتاعتنا. مراياتك مظبوطة هتعرف تطلع على الطريق صح، مراياتك مش مظبوطة يبقى طالع والناس كلها عمالة تزمر لك عشان انت غلط.
زي ما احنا شايفين دلوقتي طلعت لقت ان القمع اللي قدامها قرب او اختفى بالنسبه لها، فهتبدا ترجع. هل ارجع مستقيم؟ لا، مش هينفع ارجع مستقيم عشان ما اخبطش في الرصيف. زي ما احنا شايفين دكتور مارسيل العالمي ما شاء الله بتعمل ايه معانا. دكتور مارسيل نتمنى لها الخير والتوفيق، وان شاء الله نشوفها على الطريق معانا في اقرب فرصه ممكنه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة دكتور مارسيل في الحصة الأخيرة بتاعتنا. كانت شكوتها إن هي خدت في أكاديميتين قبل كده حوالي 15 حصة، 5 مع مدربة و10 مع مدرب تاني، بس ما كانتش في ال 15 حصة ما رجعتش لورا، ما خدتش ركنات، وفي نفس الوقت كانت عايزة تظبط أبعاد العربية. معانا دكتور مارسيل هتحب تقول الريفيو بتاعها. اتفضلي من غير ما تبص عادي. استفدتي معانا؟ طيب ايوه استفدت كتير. كان في اي تضييع للوقت او اي تقصير مننا؟ لا خالص، والتزام في المواعيد والحصه كامله ما فيهاش اي. هل في فرق من الاكاديميه في التدريب بتاعنا والأكاديميتين اللي بره؟ طبعا بكتير. ايوه كان ايه الفرق ايه؟ طيب ممكن توضح لنا اكتر؟ الابعاد حفظتها كويس قوي، كويس. والركنات يعني اتمكنت منها. حلو. و دوست الفرامل والبنزين كانت عندنا فيها مشكله في الاول. كان فيها مشاكل برضو. هنطلع الكوبري، خلينا ماشيين مع الكوبري. تمام كملي. وايه تاني؟ في اي مشاكل بتقابلك على الطريق وانت ماشيه؟ او في حاجه حاسه ان هي لسه ناقصانا؟ لا لحد دلوقتي لا. حاسه مفيش. باي لسه رهبه او اي فوبيا او اي حاجه بتقابلك لسه؟ لا خالص. يعني قدرنا نوصلك في ال6 ساعات اللي هم ال3 ايام للمستوى اللي انت كنت طالباه فعلا؟ اقدر دلوقتي اتحرك بيها. اثرنا معاك في اي حاجه؟ لا خالص بالعكس. مبهدلك؟ حتى يعني التعليم كان فيه طولة بال وصبر، يعني ما كنتش بتعصب ولا بتنرفز؟ ومهما نعدنا في الحاجه عادي؟ نعيدها 10 20 مرة عادي، بس في الاخر بنوصل للنتيجه بتاعتنا. النتيجة ايوه اللي احنا ده اهم حاجه، ان احنا بنوصل للنقطه اللي احنا عايزينها، مش مجرد ان احنا بنقضي الوقت وخلاص. لا خالص. اتمنى لك الخير يا دكتور، ونشوفك ان شاء الله سعيده بعربيتك وتتهني بيها وتبعد عنك اي شر باذن الله. السلام عليكم.